السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حاجة حلوة وجميلة جدا ما ينفعش نستغنى عنها في رمضان، وكمان اقتصادية جدا جدا وسهلة، كل مكوناتها في متناول الايد، بسيطة وموجودة ومش مكلفة خالص، وكمان بتخلص في ثواني بنتيجة روعة. بتكون مقرمشة وحلوة جدا من بره ولونها ذهبي جدا، وكمان من جوه بتكون طرية وبتدوب في البق تماما. هنعمل مع بعض بلح الشام او زي ما يكون بقى كل بلد بتسميها ايه، المهم ان النتيجة بتاعتنا هترضينا كلنا. كمان بتنفع جدا في العزومات وتشرفك كده كده، تبقى حاجه تحليه كده بعد الفطار باذن الله. يلا بينا نقول مع بعض كل المكونات والمقادير وازاي كمان التكات اللي خلتها تطلع معاكي مظبوطه وحلوه، ونقول بسم الله ونبدا مع بعض. انا بجيب عندي حله كده تكون بترفع على النار، وبعد كده هبدا احط فيها المكونات اللي معايا اللي هي عباره، طبعا لو انت عندك كوب معياري زي دوت كده تكون متقسم بالارقام مفيش مشكله، لو عندك كوبايه عاديه المج العادي، بس اهم حاجه المقادير كلها تبقى في نفس المعيار. هحط حوالي كوبايه كده وزياده عليها معلقتين بما يعادل 250 مللي جرام من الميه، وهحط عليهم كمان نص معلقه من السكر الحبيبات العادي خالص، وهضيف عليهم ربع كوبايه من الزيت بالطريقه دي كده، وبعد كده هدوبهم كويس عندي بالمضرب اليدوي العادي قبل ما ارفعهم على النار. وبعد كده هنرفعهم على النار مع بعض واسيبهم، مش هضيف اي مكونات تاني الا اما الميه اللي عندي تغلي تماما. رفعتها على النار وهستمر في التقليب برضو وهي على النار لحد ما تغلي معايا بالطريقه دي. اول ما تغلي معايا هبدا انزل فوقيها على طول ب2 كوب من الدقيق بما يعادل 250 جرام، وبعد كده هبدا اقلبهم كويس قوي، افضل استمر في التقليب علشان ما يحصلش معايا تكتلات خالص، ولكن طبعا الحراره هتخلي الدنيا تبقى مظبوطه معاك ان شاء الله. هقلبهم مع بعض لحد ما الاقيها عملت عجينه معايا ناعمه كده، هوريكم شكلها النهائي دلوقتي ازاي. هفضل استمر في التقليب شويه حلوين يعني، واقلب ايدي ما تسيبش خالص علشان ما يبقاش كده في جزء متكتل معايا في العجين. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي ودايبه كده وطريه وناعمه وكويسه جدا معايا العجينه. بصوا اتك عليها وبصوا عامله ازاي، شبيهه بعجينه البسكوت شويه. وبعد كده هفضل اقلب، وبعد كده هرفعها في بوله كده على الرخامه عندي تهدى تماما، عشان مش هضيف عليها اي حاجه وهي سخنه، علشان طبعا النتيجه عندنا بتاعه الوصفه الحلوه دي ما تبص معانا. هبدا كده احط كل الكميه عندي في البوله اللي عندي دي اللي انا هكمل فيها بقيه العجن وبقيه الاضافات اللي هنكملها ونضيفها بعد كده مع بعض. هسيبها على جنب بقى تهدى خالص وتبرد تماما. على ما تهدى معايا هنجيب بوله تانية ونبدا نحط فيها عدد 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه بالطريقه دي كده. هبدا افتحهم واحطهم معاكم في البوله، وبعد كده هنضيف عليهم كمان مكونين علشان خاطر زفارة البيض اولا، وعلشان كمان تكون تساعد في ان الحاجة الحلوة عندنا تبقى هشة ومقرمشة وحلوة. هنضيف عليها معلقة كبيرة من الخل، وهنضيف عليها كمان طبعا علشان ريحة البيض الفانيليا. طبعا كلنا عارفين في اي حاجة حلوة طالما في بيض لازم يكون معاه الفانيليا على طول. انا بفضل طبعا الفانيليا السايلة زي ما قلت لكم قبل كده في السوائل، والفانيليا البودر في المكونات اللي هي فيها بودر او ناشفة معايا. بعد كده اضربهم كويس قوي قوي ما اضرب البيض اليدوي لحد ما يندمجوا كويس مع بعض. هيكون عندي العجينه هديت تماما وبردت وبقت جاهزه معايا للاستخدام. هبدا احط عليها البيض واضيفه على 3 مرات، مش هضيفه مره واحده، هضيف مره واعجن كويس وبعدين مره كمان واعجن كويس، والثالثه اللي هي الاخيره واعجن حوالي 3 دقايق. اوعي تستعجلي في العجين علشان خاطر تبقى النتيجه مرضيه وكويسه معاكي، ما تستعجليش. بصي هتلاقيها بتلزق معاكي خطوه خطوه، هتلاقيها بتلزق في ايدك ولازقه عندك في البوله او في الطبق، مفيش مشكله، هتفضلي تعجني لحد ما تلاقيها سلسه جدا في ايدك، وكل كل العجين اللي عندك في البوله اتجمع عليها كده وبقت متماسكه وزي الفل. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا بشيلها معاكم من البوله، بصوا انا بوريها لكم، بصوا مش لازقه عندي خالص، مفيش اي عجين او اي دقيق باين معايا كويس قوي بالطريقه دي كده. حوالي 3 دقايق متواصله تعجني فيها بعد ما تضيفي اخر مره من مرات البيض، يعني بعد 3 مره. هبدا اجيب طبعا كيس الحلواني او كيس المعجنات واحط فيه، وهنختار الشكل اللي احنا نفضله العادي خالص. كلنا طبعا عارفين كيس الحلواني بيتركب ازاي، عشان كده ما ركبتوش قدامكم. وهبدا اجيب مقص كده واحطه عليه زيت عشان وانا بقص عندي بلح الشام ما يلزقش معايا. وهجيب الطاسه عندي او الحاجه اللي هحطها على النار على البارد تماما، وهضيف فيها
فيها الزيت اللي عندي مش غزير قوي، متوسط يعني، وهبدا اقص فيه كده البلح الشام عندي. زي ما انتم شايفين انا تعمدت اصورها لكم على الرخامه علشان اعرفكم ان لازم الدقيق يكون بارد تماما، مش اللي هو سخن وهدي، لا بارد خالص. وهبدا كده اقص فيه بلح الشام بالطريقه دي كده، وبعد كده هرفعه على النار معاكم ونسويه مع بعض. مش لازم نملى الطاسه عندي على الاخر علشان خاطر نعرف نقلبهم كده، والعجين ما يبص شكله معايا ولا الفورمه اللي هو واخدها دي تبوظ منه خالص وياخد معاكي لون حلو. هرفعها على النار. بصوا انا مش هحط فيها اي شوكه ولا هقلب فيها خالص الا لما ابدا ابص الاقي الزيت اتحرك معايا والبلح الشام بصوا بدا يتحرك معايا. هبدا بس اهز فيها كده كذا مره ورا بعض شمال ويمين، وهبدا احرك في الطاسه عندي لحد ما الاقيها بدات كده ايه تتنفخ معايا وبدات تبقى ناشفه معايا وتخش في التماسك. هبدا بعد كده اقلب واخليها اقلب كذا مره رايح جاي، ما اسيبش الشوكه من ايدي او المعلقه خالص لحد ما تاخد معايا لون ذهبي، عشان لو سهيتي عنها او نسيتيها هتغمق منك بسرعه مجرد ما النار او الزيت تسخن. بعد كده لما اجي اكمل الدور التاني هرفع خالص الطاسه من على النار، احطها على الرخامه بالزيت يهدى تماما تاني وكاننا بنبدا من جديد، وابدا احط الكميه التانيه من بلح الشام وارجع اعمل نفس الخطوه تاني. هرجعها على النار واهز في الطاسه لحد ما تنفخ معايا وتبقى ناشفه. هبدا اقلب بعد كده تاخد لون ذهبي. بصوا اللون حلو ازاي وقد ايه ناشفه كده، بتخبط في الطبق وتعمل صوت كده وهي بتتحط في الطبق علشان مقرمشه جدا وحلوه قوي. طبعا السيرب او الشربات انا مجهزاه اصلا من قبل ما ابدا التحمير خالص علشان عايزاه بارد تماما معايا. وعلى فكره السيرب بتاع بلح الشام بيكون تقيل مش خفيف، يعني بنحط كوبايه كامله من السكر عليها كوبايه الا ربع من الميه ورشه من الفانيليا واسيبهم على النار يغلوا تماما لحد ما ياخدوا معايا القوام المظبوط. هرفعهم من على النار وبيتقلوا زياده معايا كمان لما بيبردوا. بصوا الجمال شكلها حلو ازاي، بلح شام تحفه. هبدا كده طبعا قبل طبق التقديم هطلع البلح من السيرب على طبق كده خارجي يهدى خالص مع نفسه قبل ما ارصه. طبعا حطيت دور ولا التاني زي ما انتم شايفين الجمال، لونها حلو قوي 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 وكمان مقرمشه جدا وريحتها تحفه. انا حبيت اعمل معاكم كده شويه كده بالشوكليت. جبت عندي شوكليت شيبس وعملت له حمام دافي كده على النار زي ما كلنا عارفين ودوبته تماما خليته سايل معايا. وبعد كده طبعا قمت بدات احط اطراف بس بلح الشام فيه كده وهبدا ارصه جنب البلح الساده اللي عندي. طبعا حابه تعملي الخطوه دي بدون سيرب او عسل يطلع من النار يهدى بس تحطيه في الشوكليت مفيش مشكله. حابه تدعميه زياده هو من العسل بتاعه والسيرب عادي خالص مفيش مشكله برده. دي كلها ترجع حاجات في الاخر جماليه ترجع لك وحسب الذوق والطعم اللي بتحبيه. بصوا الجمال خلصتها معاكم شكلها تحفه جدا جدا جدا. وزينت كده الجزء اللي بالشوكليت بشويه شوكليت شيبس عندي ووزعتهم عليها. قد ايه كان ريحتها حلوه قد ايه كان طعمها مميز قوي قوي. ممكن تعمليها كده يوم العزومه على السريع مش تاخد منك وقت خالص وهيبقى طبق حلو جانبي جدا جانب الحلويات اللي هتقدميها ويشرفك جدا. بصوا من جوه دايبه ازاي وحلوه جدا ومش بصوا مش معجنه من جوه كده ولا تقيله ولا مكتومه، لا هشه جدا جدا من جوه وطريه وبتدوب ومن جوه ومن بره مقرمشه جدا جدا وطعمها بجد يا جماعه وريحتها تحفه. جربوها مش تاخد من وقتكم ثواني ونتيجتها مضمونه 100%. اهم حاجه الخطوات زي ما قلناها تبقى صح، اوعي تتلخبطي وتعملي حاجه قبل حاجه. لو ركزت على الخطوات هتطلع معاكم احسن ما طلعت معايا كمان. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى ما اكونش طولت عليكم كالعاده، ولو عجبكم اعملوا اشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.